انت متجوز بقالك كام سنة يا مجدي؟ 5 سنين ونفسي اخلف عيل يملى عليا حياتي، لكن ربنا مش رايد. ما عرضتوش نفسكم على دكتور؟ اهو ده اللي ما حصلش. ازاي الكلام ده؟ انت راجل متعلم يا اخي. خايف. خايف من ايه؟ خايف لا يطلع العيب مني. زي بعضه اهو، طبعا حد للقلق اللي انت فيه. والله انا بفكر بجد نعرض نفسنا على دكتور يكون شاطر. انا هرشدك لدكتور ناصح قوي، وحتى لو لقى العيب في حد منكم ممكن يعالجه. وهو كذلك. اكتب لي اسمه وعنوانه في حته ورقه صغيره. مالك يا مجدي؟ ابدا مفيش حاجه. لا انت باين عليك الزعل. شوفي تصاريف القدر، الراجل بشندي فراش المكتب مراته ولدت امبارح. تفتكري بقى عنده كام عيل؟ تصوري 4. يا خبر، وده يقدر يصرف عليهم ازاي؟ واحنا اللي في عرض حته عيل صغير ما نخلفش. انا ياما عرضت عليك نروح نكشف عند واحد دكتور، ما بترضاش يا مجدي. النهارده بعد الظهر هنروح لدكتور شاطر قوي، اداني شوقي اسمه وعنوانه. صحيح يا مجدي؟ وقالوا انه يقدر يعالج الجماعه اللي زي حالاتنا. يا ريتنا كنا عملنا كده من زمان. كل شيء بأوانه عليه. كان زمان عندنا دلوقتي 3-4 عيال. يا اخي قولي واحد بس كفايه. ايوه يا دكتور، الاشعه والتحاليل جت. ايوه. خير يا دكتور؟ مع الاسف انت عندك عيب خلقي. يعني ايه؟ يعني نقص في النمو. والحاله دي ملهاش علاج يا دكتور؟ بكل اسف. لكن احنا سمعنا على حضرتك انك بتشفي اللي عندهم عقم. مش كل الحالات اللي ينفع فيها علاج. يعني ما فيش امل يا دكتور؟ ايه، ربنا كبير. رحتوا من الدكتور يا مجدي؟ هو يا ريتنا ما رحنا. اياك طلع العيب منك؟ ابدا، من الست. والحالة دي ما تتعالجش؟ لا، ده عيب طبيعي مولودة بيه، يعني ما فيش حل. ما فيش حل ازاي؟ الحل موجود. فين هو؟ اتجوز واحدة تانية. مش ممكن مش ممكن. انا واحد مؤمن بالله، وان كان قاسمني اني هجيب عيال كنت جبت منها. وايه المانع انك تجرب حظك تاني؟ مراتي اميرة قوي، طول مدة جوازنا ما عملش حاجة زعلتني منها ابدا. ياه، انت بتحبها قوي قوي فوق ما تتصور. ما تطلقهاش، خلي الاتنين على ذمتك. ما احبش اجرح شعرها. ما انت معذور انت كمان يا مجدي. يا راجل، هو معقول بعد العشرة الطويلة دي اتجوز عليها؟ ولا طويلة ولا حاجة، غيرك بيتجوز تاني بعد 10 سنين و15 سنة. انا اعتبر دي خيانة بقى. لو كنت انا اللي فيا العيب ده والله كان ثابتك. مراتي اصيلة ما تعملش كده ابدا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا علي؟ انا مش عاوز احرمك من الخلفه يا مجدي. تقومي تقولي لي اتجوز عليكي؟ وايه المانع؟ المانع اني بحبك يا علي، ومش عاوز اخلي واحده ثانيه تشاركك فيا. انا قابله انك تتجوز يا مجدي. لكن انا مش قابل. اسمعي، انا واحد مؤمن بالله، واذا كان مش عاوز يديني ذريه مش هيديني حتى لو اتجوز 10. طب وفيها ايه بس لما تجرب؟ لا يا ستي، وارجوكي ما تفتحيليش السيره دي تاني. ازيك يا مجدي يا ابني، وازاي مراتك؟ بخير يا ماما. ما جاتش معاك ليه؟ مشغوله شويه. مشغوله. وايه اللي شاغلها دي؟ لا عندها عيل ولا تجل. برضه يا ماما شغل البيت كتير، واحنا ما عندناش حد يساعدها يعني. لسه ما فيش حاجه جايه في السكه؟ لسه ربنا ما امرش يا ماما. انت عايز ايه اكتر من ان الدكتور قال ان العيب منها؟ نصيبنا كده يا ماما. يا سلام، نفسي قبل ما اموت افرح بعيل تخلفه. مش قلت لك ربنا مش رايد يا ماما؟ جايز رايد تجيبه من واحده تانية. يعني ايه يا ماما؟ اتجوز واحده تانية. لا يا ماما، انا بحب عليا ولا احبش اجيب لها ضر ابدا. اتجوز واحدة تانية. انا مش عاوز احرمك من الخلفه. اتجوز واحده تانية. ما تطلقهاش، خلي الاتنين على ذمتك. انا قابله انك تتجوز يا مجدي. لسه ما فيش حاجه في السكه. لا 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 لا. الله، مجدي مالك يا حبيبي؟ حلم مزعج علي. ايه الحكايه؟ اروح الشغل الاقي شوقي ينصحني بالجواز، اجي البيت تنصحني بالجواز، ازور ماما تنصحني بالجواز. كلنا بنقول لك اتجوز. وانتي موقفك ايه؟ انا هكون مبسوطه طول ما انت مبسوط. لا يا علي، ارجوكي بلاش السيره دي. اسمع يا مجدي، انا اللي هختارها وهتفق معاها اننا نعيش مع بعض، علشان الناس تعرف اني قابله كده على نفسي، واني مش انانيه يا مجدي، واني حبيت اشبع فيك غريزه الابوه. لكن يا علي. ولا لكن ولا حاجه. وبعدين يعني لو حصل بينكم مشاحنات وخناقات؟ ما تخافش، ده انا سير الجن. مش معقول يا علي، ده انتوا هتبقوا ضرتين. لك عليا اخليك ترتاح 24 قرار. عملت ايه يا مجدي في موضوعك؟ نويت تتجوز صحيح؟ ان شاء الله. انا عندي لك عروسه كويسه بس اؤمر. خليها لك، مراتي هي اللي هتختار العروسه. مراتك؟ مش معقول كده زي ما بقولك.
دي اكبر تضحيه هتعملها مراتك، لانها هتجيب لي نفسها غريمه في البيت. امال انا ما كنتش عاوز اتجوز عليها ليه؟ ليك حق، ما تنساش تعزمنا يوم فرحك. هي دي حاجه تتنسي يا راجل؟ مبروك يا مجدي. مبروك عليا يا علي. لقيت لك العروسه اللي تنفعك. اعرفها؟ لا، دي واحده قريبتي وكانت زميلتي من ايام الدراسه، لكن هي تعرفك. حلوه زي كده؟ حلوه وطيبه ومكسوره الجناح. كلمتيها في الموضوع؟ كلمتها وقبلت. ورضت بالشروط؟ اتفقت معاها انها تعيش معايا، وهنتعاون احنا الاتنين على اسعادك. لكن انت يا علي. انا مش زعلانه يا مجدي، بالعكس انا مستعده اعمل اي شيء يرضيك. بس خلي بالك انا مش فاضي للمناقره والمشاكل اللي دايما تحصل بين الضرايب. ان شاء الله ما فيش حاجه زي دي هتحصل. دي ساميه بنت حلال قوي. هي اسمها ساميه؟ وهي كمان ساميه في كل شيء. ايه خلاص اتفقنا. اتفقنا. عقبال البكار يا حبيبي. الله يحفظك يا ماما. مبروك يا ستي. مبروك يا مجدي. الله يبارك فيك يا شوقي. قول لي مين الست اللي بتزغط بحماس دي؟ علي يا مراتي الاولانيه. مبروك عليك يا عروسه، شد حيلك بقى وهاتلنا عجل. الله